ازيك يا غالي؟ عامل ايه الاخبار؟ يا رب تكون بخير في الحر والنور اللي بيقطع ده في مصر. الناس اللي بره مصر ملهاش دعوه يعني. وكما جرت العاده شهريا، النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اسعار اجهزه الايفون الجديده المتوفره في السوق. بدون كلام كتير خلينا نبدا. السلام عليكم، اذا وسهلا بكم في فيديو جديد. معكم احمد صدومه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا غالي ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتتابعني على حساباتي على السوشيال ميديا، تلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن. ولو حبيت تشتري ايفون او اي جهاز من اجهزه ابل، ايفون، ايباد، ماك، ابل واتش، ايربودز، مش هتلاقي مكان بيوفر لك اسعار ولا معامله الطف ولا ضمانات احسن من الجوكر ستور، اللي بيوفر لك كل المنتجات اللي اتكلمنا عليها دي بجانب الاكسسوارات الاصليه الخاصه بيها، سواء كان شواحن او وصلات او كفرز، سكرين بروتكتورز، وكل الكلام ده تلاقيه موجود عندهم باحسن الاسعار. وبمناسبه الاسعار ما تنساش تديهم كود الخصم الخاص بينا صدم 8 عشان تاخد خصم بيوصل ل 50% على الاكسسوارات اللي بتاخدها مع الجهاز اللي انت بتشتريه. وهسيب لك كل التفاصيل الخاصه بيهم في الديسكربشن. وخلينا نكمل الفيديو بتاعنا. لو كنا نبدا باول ايفون موجود منه جديد في السوق، هو الايفون 11 نسخه ال 128 جيجا. هنلاقيه بيتراوح ما بين 20 ل 21 الف جنيه. وبالنسبه للايفون 12 فهنلاقيه بيتراوح ما بين 26 ل 27 الف جنيه. واخيرا لقينا الايفون 12، وبالفعل الجوكر ستور بدا يوفروا منه اجهزه بشكل او باعداد كبيره، بسبب ان انا قلت لهم كذا مره يا جماعه ان بيبقى في ناس عايزه تشتري الجهاز ده وللاسف هو مش متوفر كتير. فالايفون 12 موجود دلوقتي في رينج من 26 ل 27 او 26 ونص، في الحدود دي يعني. وطبعا زي ما قلنا قبل كده مفيش ولا 12 برو ولا 12 برو ماكس جداد في السوق خلاص. اوعى تروح تشتري 12 برو او 12 برو ماكس جداد متبشمين يا جماعه. وبالنسبه للايفون 13 فتلاقيه بيتراوح ما بين 28 ل 28 ونص، او برضه ممكن يوصل ل 29 الف جنيه. احنا عارفين تذبذب الاسعار. وبالنسبه لل 13 برو والماكس، على الرغم من ان خط انتاجهم وقف رسميا من عند ابل، الا انهم هتلاقي موجود عندهم جديد، برضو هتلاقي موجود منهم جديد في السوق شويه، ولكن للاسف اسعارهم مش متوفره معايا حاليا. اللي متوفر ال 14 برو وال 14 برو ماكس. ال 14 برو 128 هتلاقيه بيتراوح ما بين 42 42 ونص، وبالنسبه لل 256 فبيلعب في حوالي 46 46 ونص. بالنسبه لل 14 برو ماكس فهتلاقيه بيلعب ال 128 في رينج من 45 ل 46، وبالنسبه ل 256 في حوالي 48 49 الف جنيه. وحابب انوه ان الاسعار دي يا جماعه هي الاسعار اللي متوفره وقت تصوير الفيديو، لان الموضوع في مصر للاسف غريب جدا. ممكن نلاقي النهارده اسعار وبكره نلاقي اسعار مختلفه تماما. وبالنسبه لل 14 وال 14 بلس، بما انهم اصلا اجهزه ما لهمش قبول كبير، فتقريبا انا ما قلتش اسعارهم خالص من ساعه ما نزلوا في اي فيديو، وانا مش برشحهم اطلاقا اصلا انك تروح تشتريهم جداد. فدي الاجهزه اللي متوفر منها جديد حاليا، واللي متوفر حاليا معايا اسعار ليها. وزي ما قلت لك لو حبيت تشتري اي حاجه من دول مش هتلاقي مكان احسن من الجوكر ستور. روح زور صفحه الفيسبوك فان بيج الخاصه بيهم. ولو حابب بقى نعمل فيديو لاسعار اجهزه الايفون المستعمله، ما تنساش تكتب لي في الكومنتس. وبس كده، كان معاكم احمد صدومه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في امان الله. وما تنساش تعمل سبسكرايب جميل وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو لو عجبك.